سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم من جديد. وهذه أبرز العناوين: السد القطري يتخذ قرارا مفاجئا في حق اللاعب الدولي رومان سايس. تشيلسي تفجرها وتقرر التعاقد مع نجم المنتخب المغربي بعد مغادرة حكيم زياش. فيورنتينا يسهل المهمة على الأندية لأجل التعاقد مع أمرابط. وقبل الخوض مشاهدينا الكرام في هذه التفاصيل، ندعوكم للاشتراك في هذه القناة ليصلكم كل جديد. كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن إدارة السد القطري تتجه لإعارة الدولي المغربي رومان سايس قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، بعد عجزها عن تسجيله بقائمة الفريق في الموسم الحالي، لأن السد القطري تجاوز العدد المسموح به من الأجانب في قائمة الأندية في الدوري القطري، الأمر الذي دفعه للتفكير في إعارته في الموسم الحالي. وكان رومان سايس يحظى باهتمام عديد من الأندية أبرزها مارسيليا الفرنسي، بالإضافة إلى أندية الدول الإنجليزي مثل نيوكاسل، إيفرتون وتوتنهام، قبل أن يوافق بيسكتاش على العرض المالي المقدم من السد القطري. وأكدت العديد من المصادر الصحفية الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي دخل بشكل مفاجئ في صفقة هداف نادي إشبيلية، وأبدى رغبته في التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية. وجاء هذا الاهتمام من الفريق اللندني بعدما جدد ويست هام يونايتد رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت مصادر أيضا إعلامية أن إدارة تشيلسي الإنجليزي أبدت اهتمامها في التعاقد مع يوسف النصيري بعد تواضع مهاجميها مع بداية الموسم، حيث تعادل مع ليفربول وانهزم أمام ويست هام بثلاثية، حيث يطمح الفريق في تعزيز خطه الأمامي. حددت إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم موعدا نهائيا للدول المغربي سفيان أمرابط لحسم مستقبله قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود أندية عديدة تسعى إلى التعاقد معه في الميركاتو الحالي. وأكدت العديد من الصحف الإعلامية أن إدارة النادي حددت موعدا نهائيا أمام سفيان أمرابط ليقرر ما إن كان سيغادر النادي أم لا، بعد أن ارتبط اسمه بكل من مانشستر يونايتد وليفربول وأتلتيكو مدريد. ومنح إدارة النادي أمرابط ما بين 48 ساعة إلى 72 ساعة فقط ليقرر ما إن كان سيبقى أو سيرحل. وحددت فيورنتينا سعر بيع أمرابط ما تبقى، وأعطته إدارة النادي ما بين 48 ساعة إلى 72 ساعة فقط ليقرر ما إن كان سيبقى أو سيرحل. وقد حددوا سعر بيع ما تبقى من عقده في 30 مليون يورو. يشار أيضا أن سفيان أمرابط الذي يبلغ من العمر 27 عاما يرتبط بعقد مع فيورنتينا الإيطالي يمتد إلى غاية 30 يونيو من السنة المقبلة. مشاهدينا الكرام، هذا الشيء اللي كاين في الفيديو. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وديروا لايك في الفيديو، وخليونا الآراء ديالكم على هاد الأخبار اللي كانت في هذا الفيديو. بالنسبة للدولي رومان سايس، فهناك أخبار على أن الوداد المغربي ناوي أن تشتري العقد ديالو في هذا الميركاتو الصيفي الحالي اللي باقي. وهادشي اللي كاين، وشكرا لكم بزاف.